السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم معاكم النهاردة عن المخمرية بتاعة الجسم بتاعة الشعر، الأنواع اللي أنا استخدمتها، ويعني أفضل نوع ممكن إن أنا أكرره تاني. أنا معايا هنا 3 مخمريات. أول حاجة اللي هي بتاعة جميلة دي خلصانة، دي بتاعة ماي واي. اللي هي حجمها، بصوا الأول، بصوا على نفس الإضاءة، بصوا مكتوب عليها ايه: مخمرية الجسم 3 في 1، تعطير تنعيم تفتيح. التفتيح ما لاحظتوش، بس التنعيم والتعطير طبعا موجود. ريحتها كويسة، ريحتها مقبولة، مش وحشة. طبعا لازم ناخد بالنا من تاريخ الصلاحية بتاعت كل حاجة بنستخدمها. طريقة الاستخدام: بيتم وضع كمية مناسبة من المخمرية على الجسم ويتم تدليكها لترطيب الجسم وتعطيره. دي الحجم بتاعها 45 جرام. دي بكام؟ دي ب15 جنيه. تمام، دي ب15 جنيه، اللي هي جميلة بتاعت ماي واي. اللي هي دي بقى اللي هي بودي مخمرية جل معطمة للجسم، معطرة للجسم، مش معطمة ولا حاجة. يحتوي على جليسرين وماء ورائحة وخلاصة عسل. هنبص هنا كمان طريقة الاستخدام: يضع كمية مناسبة على الجسم ويدلك برفق. تمام، برائحة ليلي. هنا بالنسبة دي خلصت. دي اول حاجة انا جبتها، دي خلصت. دي كانت بقالها شوية عندنا وخلصت، فانا جبت دي. بصي دي بقى القوام بتاعها، لحظة. بصوا قوامها، تحسوا ان هو يعني جل، زي ما فعلا جل. ريحتها حلوة، ريحتها حلوة بجد، ريحتها جميلة. دي سعرها 36 جنيه. دي بالنسبة للمخمرية دي طبعا جسم بس، ودي كمان جسم بس. تعالوا نشوف دي بقى، اللي هي اسمها توقيع بتاعت كليوباترا. دي للجسم والشعر. عشان طريقة الاستخدام: يوضع قليل من المخمرية على الجسم أو الشعر أثناء تمشيطه مع التدليك برفق على الجسم أو الشعر، واستمتعي بعطر فواح. المهم ان اي حاجة بتاعت الشعر دي ما نحطهاش مباشر على فروة الراس. دي بتتحط على الشعرية نفسها، عشان يعني في الصيف اللي احنا فيه، او في الشتاء كمان، في اي وقت احنا حابين نستخدمها، عشان طبعا الشعر يكونش مكمكم ولا حاجة. طبعا انا بنصح طبعا الحاجات دي في البيت، ما نطلعش بالحاجات اللي ريحتها فواحة دي لبره. طبعا البرفانات معروف انها حرام، فما نطلعش بالبرفانات بره البيت. الحاجة اللي نحطها في الشعر ريحتنا حلوه في الشعر. انا اعرف في ناس بتحب برفان كامل في بيوتها. اسمها توقيع كليوباترا. دي بصي، دي قوامها بقى عن التانية. دي تحس عامله زي لون فازلين شويه، يعني عامله زي قوام الفازلين شويه. ريحتها برضو حلوه، ريحتها مش وحشه، وريحتها جميله برضو. تعطيرها حلو للشعر برضو. يعني الحاجات دي احنا لسه جايبينها جديده ومستخدمينها، وريحتها واضحه جامد يعني. بس دي ريحتها احسن من دي. بس طبعا احنا كنا عايزين برضو عايزه حاجه للشعر، مخمريه للشعر برضو، فلقينا دي يعتبر كانت افضل حاجه موجوده واحنا كنا بنجيب. عجبتني بجد. دي سعرها 30. دي تقريبا هنلاقيها برضو في حدود ممكن تكون 100. انا مش شايفه عليها مكتوب عليها كام جرام. جايز موجوده وانا ما خدتش بالي. بدور بجد عشان اشوف هي كام جرام. مش شايفه مكتوب عليها. بس بالنسبه للاسعار تعتبر الاسعار زي بعضها. يعني دي 45 بتاعت ماي واي، ودي 100. دي ب35 ودي ب15. يبقى دي حلوة ان احنا نجيبها، وهتقعد معانا شوية بدل ما ننزل نشتري بعدها بحاجة بسيطة يعني. مش عشان ما دي ب15 اروح اجيبها. طب ما دي قد دي مرة، وكمان 10 جرام كمان. دي برضو تقريبا في الحدود، برضو ممكن تطلع 100 بالنسبة للحجم دي. ممكن تبقى 100 او اقل من 100 شوية يعني. ممكن ما تطلعش 100 بالظبط. بس برضو حلوة بجد، ريحتهم حلوة.
المخمريات في منها كتير جدا. اول ما اتعاملوا مع المخمريات في فتره قريبه اتعاملت معاها من زمان، كان نوع كده جبته بس مش فاكره اسمه ايه، كان حلو وما جبتوش تاني بصراحه. جبتش مخمريات تاني. جيت بقى الفتره اللي فاتت دي طبعا والحر والفرهده اللي احنا فيها، فاضطريت ان انا اجيب مخمريات تاني حلوه. تخليكي فريش كده طول ما انت في البيت، مش عايزه تشتري برفانات. بالنسبه للاسعار البرفانات الغاليه، المخمريات حلوه وبترطب للجلد برضو. ما نكترش من الحاجه بزياده. ما نحطش الحاجه على بتاعه الشعر، ما نحطهاش على فروه الراس مباشر عشان ما تعملش لنا تساقط للشعر، ما تعملش قشره، ما تعملش لنا مشاكل للشعر. خليها على الشعر، على الشعر نفسه كده يعني. آم، على الشعر نفسه بس، بلاش الفروه. المخمرات فيها منها انواع كتير واحنا بنشتري بجد يعني، انواع ما اقولكوش كتير كتير موجوده. شم الريحه اللي تعجبك. ويعني احنا ممكن تجيبي بتاعه اللي هي الشعر بتغني عن بتاعه الجسم، والجسم معاها برضو، بس يعني لقينا دي ريحتها حلوه فجبتها اللي هي بتاعه بودي دي. لقيتها ريحتها حلوه فجبتها مع اللي هي التانية بتاعه المخمريه بتاعه الجسم والشعر يعني. اتمنى بجد اكون افدتكم لو بمعلومه بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.